ميران وهو رايح لجنود زي المجنون وبيسألها انا عايز اعرف انت ازاي عرفتي عنوان، ازاي عرفتي ان انا موجود في البيت ده تحديدا، وازاي انت وازاد توصلوا في نفس الوقت. جنون بتقول له ما انا عارفه البيت ده قبل كده، مش ده البيت اللي انت استخبيت فيه قبل كده؟ علشان كده انا رحت وانا توقعت ان انت موجود هناك، ولما رحت لقيتهم هناك. انا ذنبي ايه؟ انا حاولت امسك فيها بس هي اللي ضربتني بالسكينه وهربت مع ازاد، انا ماليش دعوه يا ميران. وميران بيقول لها على فكره انا مش مقتنع باي كلمه من اللي انت بتقوليها، وازاي تكوني عايزه ريان ما تكونش موجوده في القصر وتنقذيها من ازاد. ونور بتقول له عشان عارفه ان انت هتفكر ان انا السبب في تهريبها، علشان كده حاولت ان انا انقذها من ازاد، بس طلعوا الاتنين متفقين مع بعض وازاد ضربني وهي ضربتني بالسكينه. وميران بيقول لها قولها لك يا جنون، لو انا عرفت ان انت السبب ان ازاد ياخد ريان وعملتي اي حاجه من ورايا وانا نبهتك قبل كده لهطلقك يا جنون. وبتخاف جنون وبتقول هو انا كل لما افكر في حاجه تطلع فوق دماغي انا. كل ده بتكون سامعاه سلطانه وبتروح لعزيزه وبتقول لها ميران مفكر ان جنون هي اللي ضربت نفسها بالسكينه، وبيقول لها لو انا عرفت حاجه هيطلقها. وعزيزه بتقول لها انا وانت عارفين كويس ان جنون هي اللي ضربت نفسها بالسكينه فما نستعبطش. وسلطانه بتقول لها ايوه عارفين، ايوه عارفين، وعارفين كمان ان ميران حب ريان وممكن يطلق جنول، ولو جنول اتطلقت ساعتها انا هخلي عليها وطيها زي مثلا معرف ميران مفيش انتقام، وانك انت اللي عذبتي امه وحبستيها في الحظيره وفضلتي تضربي فيها. لو ميران عارف حاجه زي كده عمره ما هيسامحك، والانتقام بتاعك هيبقى مجرد لعبه، هتكوني موتي في قلب ميران، على الاخص لما يعرف ان هذان مش هو اللي قتل امه. وعزيزه بتقولها انت بتهدديني يا سلطانه؟ قالت لها ايوه بهددك، انت فاكره بنتي لما تتقهر وتموت من الغيظ انا هبقى مبسوطه؟ لا ده انا هخلي عليها وطيها. وبتخاف عزيزه من تهديد سلطانه وبتبقى مرعوبه لا تقول لميران وميران يعرف الحقيقه. ونروح لنصوح بعد ما خرج من عنده هزار وهو بيقول له ان هو خلاص ماشي ومش هيقعد هنا تاني وهيصفي شغله وهيمشي على طول. ونصوح راح لزهره وقال لها لو انت عايزه تمشي انت وبنتك خدي بعضك وامشي الباب مفتوح، اما ما تمشيش انت وتاخدي ابني وجول وتمشوا من هنا، ولو انت فرقتيني ما بيني وما بين ابني انا هفرق ما بينك وما بين بنتك، وهقول لها ان هزار مش ابوها وان هم خبوا عليكي طول السنين دي، وتخيلي بنتك لما تعرف الحقيقه دي هتعمل ايه، فلو انت فرقتيني عن ابني انا هفرقك عن بنتك وتصرفي وشوفي هتعملي ايه. وبتخاف زهره ينفذ تهديده بصيح ويقول لريان. ونروح لريان وبيظهر شخص ان هو بيخطفها، وازاد بيجي يخبط على الباب بس ما بتفتحلهوش ريان، وبقى مستغرب هي راحت فين، وهو ماشي بيسمع امه وهي بتتكلم مع باباه وبيقولوا وهندانه وبتقوله كويس ان انت بعتني ليه، انا لما قلت له ان انت هتاخدها وانا هجيبها لك لحد عندك عند المرجيحه فرح، وقلت له خلاص خدها وامشي من هنا وما تظهروش تاني ابدا. وجهاد بيقول لها يا رب بقى ياخدها ويمشوا من هنا خلاص، انا كده تعبت منها اصلا ريان دي منها ومن مشاكلها، وكويس ان هو هيستناها عند المرجيحه. وكل ده بيكون سامعه ازاي يزعل من ابوه وامه وازاي ان هما بيعملوا كده، وبيجري علشان خاطر يروح يلحق الشخص اللي خطفها بيوديها عند ميران، وميران بيكون مستنيها. وميران بيكلم ريان وبيقول لها هاخدك من هنا ونمشي على طول، انا عارف ان هم جبروكي على الجواز من ازاي وانا وانتي هنمشي من هنا ومحدش هيعرف طريق. وريان بتقول له انت مين انت عشان تاخدني من العيله اللي بتحبني، وانت مين اصلا؟ انت بالنسبه لي ميت يا ميران. وميران بيكون مستغرب منها وازاي اتحولت للدرجه دي. وريان بتكمل كلامها وبتقول له انا هتجوز من الشخص اللي حبني وعرف قيمتي كويس وما كذبش عليا وهيتجوزني بكتب كتاب رسمي مش مزور، وصدقني يا ميران بيه انا هكون مبسوطه كتير وصفحتك هشقها من حياتي كأنك ما كنتش موجود أصلا، وكأني معرفتش شخص في حياتي اسمه ميران أصلا. وبيجي أزاد وبينادي على ريان وبيقول لها يلا يا ريان، وريان بتمسك إيد أزاد وبتقول له هو ده الشخص اللي هكمل حياتي معاه، وبتمشي وما بتبصش وراها. وميران بيكون هيتجن وبيصرخ وهو بينادي عليها بس هي ما بترضاش تبص وراها وبتمشي. وميران بتكون نفسيته تعبانة وبيروح المقابر يزور أمه، بس وهو هناك بيلاقي هزار قاعد وبيعيط جنب قبر أمه وبيشكلها من ميران واللي عمله فيهم. وميران بيتجن جنونه اول ما بيشوف هزار وبيقول له يا كلب ايه اللي يخليك تلمس قبر امي، انت مجنون، ايه اللي جابك هنا؟ وبيتنرفز عليه. وهزار بيقول له كل الكلام اللي وصل لك ده ظلم، انا كنت بحب امك وكنت عايز انقذها، انا ما اعرفش ايه اللي حصل اليوم ده بس انا ما قتلتهمش ولا يمكن اقتل. عزيزه افترت علينا وخليتك تظلم بنتي، وبنتي عمرها ما هتسامحك على كل اللي انت عملته فيها، وبكره ان شاء الله هتعرف الحقيقه، ولو عايز تقتلني اقتلني دلوقتي وخلصني من كل اللي انا فيه ده، بس على شرط لو هتقتلني دلوقتي سيب بنتي في حالها وما تقربش منها، وانا مستعد انك تقتلني دلوقتي. وميران بيكون هيتجن ومش عارف مين اللي بيكذب، جدته اللي بتكذب عليه طول السنين ديت ولا هزان هو اللي بيكذب، وبيكون هيتجن من غيظه بيفضل يضرب رصاص في الهوا، وهزان بيسيبه وبيمشي. وميران بيروح لجدته وبيحاول يفهم منها بس عزيزة كالعادة
بتفضل شبه التعبان توسوس جوه ودنه لحد ما بتقنعه بالكلام اللي هي مربياه عليه، وبيرجع تاني يقتنع بكلام جدته وان هزان بيكذب عليه بس علشان خاطر يحسسه بالذنب مش اكتر ولا اقل. ونروح لزهرة وهي قاعده مع ريان وبتحاول تقنعها ان هي تغير رايها على الاقص بعد ما حددوا ميعاد كتب الكتاب. بتقول لها ازاي غيرتي رايك؟ ما انت رفضتيه مرتين قبل كده وقلتي له ان انت زي اخويا، ليه بعد كل دوت جايه توافقي عليه دلوقتي؟ وريان بتقول لها ماما انا مش عايزه اسيب القصر دوت، انا لما بسيبه بتعب خالص والناس بتبهدلني بره وانا مش عايزه اسيب. قالت لها يعني انت بس موافقه على ازاد عشان خاطر ما تسيبيش القصر؟ قالت لها ايوه، هو ده الحل الوحيد اللي هيخليني قاعده جوه القصر وما اسيبكمش وابعد عنكم، وفي نفس الوقت ميران يمشي ويبعد عني ويبطل اذى فيكم، لان هو كده مش هيسيبكم في حالكم ومستغلني انا عشان خاطر يأذيك، وجوازي من اخي ازاد هو اللي هيصلح الامور. وزهرة بتقول لها ازاي بس هتتجوزي واحد وانت لحد دلوقتي بتقولي له يا اخي ازاد؟ انا مش عارفه ازاي هتعمليها. وريان بتقول لها صدقيني يا ماما والله ما عندي حل تاني. ونروح لميران بعد ما دخل اوضته وعزيزه نجحت ان هي تشعل نار الانتقام في قلبه من اول وجديد، وبيدور على هدومه علشان يغيرها بس ما بيلاقيهاش، وبيسال واحده من الخدم وقالت له ان جنون لمت هدومها كلها الصبح وحطتها في اوضتها. وبيروح لجنون وهو متنرفز عليها وبيقول لها يا جنون ايه اللي خلاكي تاخدي هدومي كلها وتخليها عندك في الاوضه؟ قال لي جنون وقالت له لان هدومك مكانها عندي في الاوضه وانت مكانك هنا جنبي. وميران بيرد عليها وبيقول لها ليه يا جنول؟ هو احنا كنا زوجين طبيعيين وانا ما اعرفش؟ انت عارفه كويس ان انا متجوزك عشان خاطر الانتقام مش اكتر ولا اقل، انت ليه كل شويه تيجي تفتحي في الموضوع ان احنا نرجع لبعض؟ وجنول بتقول له البنت اللي انت بتحبها خلاص سابتك وراحت تتجوز واحد تاني، بتقول له اخي ازاد عشان تخلص منك، وايه المانع بقى ان احنا نكون مع بعض يا ميران؟ وانا وانت نستاهل ان احنا نعيش حياه حلوه مع بعض، وانا خلاص تعبت من كتر ما بستناك وانت ما بتعملش اي خطوه اتجاهي، فخلاص قلت اجيب هدومك هنا واجبرك انك تيجي. ومرار رد عليها بيقول ما تستنيش، انا قلت لك كذا مره انا ما بحبكيش ومش عايزك، ورجعي هدومي مكانها دلوقتي حالا واياك تقربي مني ومن اي حاجه تخصني. وبيطلع وجنول بتقول انا هفضل وراك يا ميران لحد ما اطلع حب ريان من جوه قلبك وتبقى ليا انا في الاخر. ونروح لزهرة وهي واقفه وخايفه ومرعوبه لنصوح ينفذ تهديده ليها ويقول لريان على كل حاجه، وبيخش لها هزار وبيقول لها احنا لازم نبعد ريان من هنا وما ينفعش ان هي تتجوز ازاد. قالت له بس هي مصممه ان هي تتجوز ازاد وحاولت اقنعها بس ما عرفتش. قال لها خلي بالك جهاد وهندانه مش هيعدوا الموضوع على خير وانا خايف ان هم ياذوها فاحنا لازم نبعدهم من هنا. قالت له تصدق ده انسب حل، انا بفكر ان احنا نوديها عند عيله مليكه، الناس دولت كويسين وكبار في السن وبيحبوا ريان واكيد هيحافظوا عليها هناك، وكمان نبعدها عن الجو اللي هنا والطوابق. يكون هدف زهره ان هي تبعد ريان عن نصوح وما يقولهاش على اي حاجه. ونروح لعزيزه وهم على الفطار بتقول لهم انا اخدت قرار مهم ان انا هودي اليف تسافر للندن علشان ما يجرالهاش نفس اللي جرى الريان من اعدائنا. واليف بترد عليه انا مش هسافر من هنا ومش همشي من هنا، انتوا هتسفروني علشان خاطر انتقام سخيف انا ماليش دعوه بيه. وميران بيقول لها مفيش حد هيمشي من هنا، احنا لما جينا انتقمنا من الشخص الغلط، كان المفروض لما جينا ننتقم من اللي قتل ابويا وامي، مش هروح انتقم من بنت ملهاش اي ذنب في اي حاجه وابوظ سمعتها علشان خاطر ارضيكي، ما كانش لازم ان انا اعمل كده من الاول. وجنول بتتدخل وبتقول له ما شاء الله عليك يا ميران، عندك رحمه بالبنت اللي ابوها قتل ابوك وامك بس ما عندكش رحمه بمراتك وبنت عمك يا ميران. وميران بيتنرفز من كلامها وبيسيبها ويمشي. واليف بعد ما بتسمع كلام جدتها قالت لها والله ما انا قاعده لك في البيت، شوفي مين بقى هتسافري لندن وبتسيبي البيت وبتمشي. ونروح لازاد وريان سايباله جواب مكتوب فيه انا مش هقدر اكمل معاك واخلي قلبك كل يوم يتحرق، انت وقفت في وش الكل وحمتني منهم بس انا مش هقدر اظلمك معايا، انا مجبوره اني امشي، انا مش هعرف ادخلك قلبي يا ازاد، قلبي كل يوم بينحرق ومش هقدر اكمل معاك، وغير كده مش هقبل انك تكسر ابوك وامك علشان خاطري، سامحني يا ازاد. وازاد بيتجن جنونه لما بيشوف الجواب وبيروح لعيلته وهم بيفطروا وبيتجن عليهم وبيقول لهم انتوا اكيد جبرتوا ريان ان هي تسيبني وتمشي، مفيش غيركم ممكن ان هو يعمل حاجه زي كده، هي كان حلمها ان هي تقعد في القصر مع امها وابوها واختها، ما كانتش بتحلم باي حاجه تانية. وبيكون منهار وبيشد مفرش السفرة بطريقة جامدة جدا وبيوقع كل الأكل اللي عليه وبيتنرفز عليهم وبيقول لهم كانت عايزاني أحميها من أعدائها بس هي ما تعرفش إن أعدائها هم اللي جوه القصر، هم اللي طفشوها لحد ما خلوها تمشي، وعرفوا إنه ده أسود يوم أنا عشته في حياتي، وأنا عارف أكيد أنت يا ماما أو بابا هو اللي عمل كده، ويمكن كمان جدي هو اللي عمل كده وخلاها تمشي من هنا. وكل واحد بيحلف له إن مش هو اللي عمل كده
بس هو ما بيكونش مصدق اي حد فيهم، وبيقول انا هروح اقتل ميران، هو السبب في كل المشاكل ديت، وهو اللي من الاول اللي حطها في المشاكل دي. بس زهرة بتوقفه وبتقول له انا يصعب عليا حرقة قلبك اللي انت فيها، مفيش حد فيهم مشى ريان من هنا، انت ظلمتهم، انا اللي مشيت ريان لاني انا شايفه ان انتوا اخوات ومتربيين مع بعض على الاساس ده، وصعب ان انتوا تتجوزوا. هي لحد دلوقتي بتقول لك اخي اذاه، انا وديتها عند مليكه